السلام عليكم. الجيش السوداني يستمر في استهداف ميليشيا الدعم السريع داخل ولاية الجزيرة، ويستهدف ارتكازات ميليشيا الدعم السريع على تقوم ولاية سنار. وأيضا ميليشيا الدعم السريع تستمر في انتهاكاتها ضد مواطنين ولاية الجزيرة. شير المقطع وتعال كمل الفيديو. يوم أمس شن الجيش السوداني حملات مكثفة اتجاه ولاية الجزيرة، واستهدف أهداف داخل ولاية الجزيرة حول كوبري بيكا وكوبري حنتوب والفرقة داخل مدينة مدني، وبعض الارتكازات ميليشيا الدعم السريع. وأيضا تم استهداف ارتكازات ميليشيا الدعم السريع في تقوم ولاية الجزيرة، المنطقة الفاصلة ما بين ولاية الجزيرة وولاية سنار. وأيضا الجيش السوداني يتوقل داخل ولاية الجزيرة من عدة محاور تمهيدا للعملية البرية الشاملة التي تحدث عنها البرهان، وذهب بنفسه وتأكد من كاملة الاستعدادات اللي كانت في ولاية سنار وولاية كسلة وولاية القضارف. نحن في الأيام المقبلة هنشهد التصعيد في كافة الجبهات، بالأخص في ولاية الجزيرة وولاية الخرطوم. لذلك دي رسالة لكل إنسان عنده أهله في الولايات دي، حذر أهلك إنهم يبتعدوا من ارتكازات ميليشيا الدعم السريع. أي شخص يكون موجود معهم يعتبر متعاون، نبههم تماما ما يتعاملوا معهم وما يقعدوا معهم في أي مكان، ويبتعد كل البعد عن ارتكازاتهم، لأنه الاستهداف الطيراني الدانة لما تنفجر بيكون عندها مدى، غالبا حيكون حسب نوع ووزن الصاروخ اللي بيستهدفوا بيهم ميليشيا الدعم السريع. في واحد مداه بكون 500 متر مربع، في واحد بيجي كيلو متر مربع. فلذلك ابتعدوا عن ارتكازات ميليشيا الدعم السريع، وربنا يحفظكم وينصر القوات المسلحة. وأيضا ميليشيا الدعم السريع تستهدف مواطنين قرية سريبة، ويستهدفوا المواطنين بطريقة فجة جدا، والحاجة دي تكررت في ولاية الجزيرة، وبنفس الطريقة انهم بيجوا يعسروا بعض الشباب وبيطلبوا فدية مادية من أسرهم، وبيحددوا لهم أرقام كبيرة جدا مبالغة. وهسه الحاجة دي حاصلة في قرية سريبة، وأنا أتمنى من القوات المسلحة إنها تسلح كافة مواطني ولاية الجزيرة عشان يقدروا يحموا أنفسهم في عمليات بتاعت خطف للنساء قد تحصل في ولاية الجزيرة، في قرية سريبة وفي بيكا وتراوة ورفاع وغيرها من الأحياء والمدن والقرى اللي قاعدة فيهم ميليشيا ولاية الجزيرة. في رسائل بتجينا في الخاص بانتهاكات، حاجة كده مفجعة جدا. فكل المواطنين الموجودين في ولاية الجزيرة لابد انه يتم تسليحهم عشان يحموا انفسهم. صعب جدا تسلح شخص هو موجود داخل منطقة سيطرة ميليشيا الدعم السريع، لكن ولاية الجزيرة وما كلها في يد ميليشيا الدعم السريع. في مناطق القوات المسلحة مسيطرة على اللي هي المناقل وما حولها، فيجب تسليح كافة النازل عشان يحموا انفسهم، والاولى انه المناطق الموجود فيها الميليشيا يتم تسليحهم. فكان تضامننا مع احنا في قرية سريبة وكل القرى المطاقمة لمدينة طراوة ومدينة الخرطوم ومدينة مدني، واحنا بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يعجل بفرجهم، ونتمنى انه ربنا سبحانه وتعالى ينصر القوات المسلحة عشان تقضي الميليشيا دي. فشكرا لكم، ولا تنسوا تشاركوا المقطع، عسى ولعل انه القوات المسلحة تكترث لامر هؤلاء وتحاول انها تسلحهم عشان يقدروا يحموا انفسهم. خالص التحية والتقدير لكم جميعا.